واليوم جبت لكم أطيب وصفة لكعك الأساور، الكعك الفلسطيني بالتمر. وصفة كتير طيبة وسهلة، طبعا طراوة غير الشكل وريحة ونكهة بتجنن. أول شي أنا رح أحتاج ل3 كاسات طحين منخولين، وكاسة سميد ناعم، طبعا العيار كلياته بنفس الكاسة. وكمان حطيت نص معلقة صغيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من اليانسون الحب. نقعته بربع كاسة مي مغلية، وسقطت اليانسون مع المي المغلية تبعت اليانسون ربع كاسة مو أكتر. معلقة كبيرة يانسون مطحون، ومعلقتين كبار من السمسم الحب، ومعلقتين كبار من حبة البركة الإزحة، معلقة كبيرة شومر، نص معلقة صغيرة من المحلب، ومعلقة صغيرة من المسكة، ورشة ملح، ومعلقتين سكر، وكاسة وربع من زيت الزيتون. أنا بسقطه بشكل تدريجي. بعدها حطيت كاسة وربع من الحليب، أخذت تقريبا معاي كاسة، أقل من كاسة وربع من الحليب الفاتر. لازم يكون كمان بحطه بشكل تدريجي، وببلش عجين لحد ما، وبزيد عليه الحليب لحد ما أحس إنه العجينة عندي صارت تمام وصارت متماسكة. هيك بتكون عندي جهزت العجينة. رح أريحها نص ساعة لبين ما أعمل التمر. التمر أنا هنا عندي حطيت عليه قرفة وزيت زيتون وعملته على شكل كرات. شايفين ما أحلى العجينة بعد ما ارتاحت. هلأ رح أبلش أشكل. صار عندي التمر جاهز والعجينة جاهزة. بعملها بهذا الشكل، انتو بتحبوا تعملوها بأي شكل بدكم إياه وانتو حابينه. رح أعملها أنا على شكل أساور. باخد شوي من العجينة وشوي من التمر على هوا قد ايه انتو حابين حجمها. طبعا أنا بهذا الوقت فتحت الفرن مشان أحميه على درجة حرارة 180 عبين ما أخلص الصينية. رح يكون عندي حمي تمام، ما رح ياخد كتير وقت بالشوي، بس كم دقيقة من فوق وكم دقيقة من تحت لحد ما ياخد لون. وبعد الشوي أهم شي إنه نتركه يبرد قبل ما نمسكه حتى ما يتفتفت. وهيك صار الكعك جاهز.